سلام الغزلات ديالي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناه حنان ليكس. مرحبا والف مرحبا. هاد النهار ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد المعسلات بالزلجلال لشهر رمضان المبارك السعيد، يدخل علينا بالصحه والراحه وطول العمر. هاد المعسلات البنات طريقتهم جد سهله، قلت علاش لا اللي ما شاركاش مع الاخوات. بالنسبه للمقادير، عندنا هنايا 3 الكيسان ديال الجلجلان اولا الزرارع. من بعد ما غسلناهم ونقيناهم ما نحمرهمش، نخليهم عاديين حتى بعهم القليان. هنا عندي كاس ونص ديال ما كاملش ونص، يعني غير كاس وربع ديال مزهر، وعندي ربع كاس تقريبا بين الزيت والزبده مذوبه. عندي معلقه الخل، عندي معلقه صغيره النافع، عندي خميره 8 غرام، عندي شويه ملحه، معلقه صغيره القرفه، صفر بيضه، وعندي نص كيلو ديال الفورس من بعد ما غربلنا طبعا. ها ما كتشوفوا يعني عطيتكم مقادير مضبوطه. هاد المقادير انايا تقريبا حياتي كامله هادو هما المقادير اللي كندير انايا في هاد حلوه ديال بليغات اولا كوكياجه. هنا غادا نبدا بالنواشف. البنات كاع ما تستعملوا كاع الماكينه ديال العجينه، غير بيديكم راه دغيا دغيا كتجمع. هنا بالنسبه غادا نفرغ هنا الفورص هو الاول. صافي غادا نوضع عليه الزرارع اولا الجلجلان. غادا نبدا بالنواشف كاملين. صافي غادا نوضع هنايا النافع مطحون البنات ومغربل مزيان منيل. نوضع القرفه، شويه ديال الملحه، هذا النافع مطحون منيل. صافي غادا نخلطهم هكا مزيان تيتجمعوا ليا. الطريقه البنات راه جيت ساهله ودغيا دغيا كيوجدوا على الشباكيه. انا بعدا هادو كيجوني سهل من الشباكيه. صافي هنايا غادا نجي غادا نوضع دابا الزبده اللي ذوبتها مزيان تتحيد منها الماء، ودرت معاها تقريبا 4 معالق ديال الزيت، يعني نقولوا تقريبا عندي 3 زيت و3 زبده. عندي هنايا صفر بيضه حتى هي وضعتها. عندي الخل معلقه كبيره. هنا غادا ندير دابا مزهر وانا كنخلط. صافي هنايا غادا ندير ما زهر بشويه بشويه. هنا درت بعدا كاين الخماره ديال الكاطو 8 غرام. صافي وحنايا كنوضعوا المزهر بشويه بشويه بيدينا حتى غتجمع لنا العجين. عشان قلت لكم راه دغيا دغيا كتجمع، يعني ما تحتاجوش ديروا ماكينه. هنا البنات راه غنزيد واحد نص كاس تاع الماء، يعني عادي ما سخون ما حتى حاجه، يعني عادي بارد، باش لما تجمعت لكمش على حسب الفرص اللي عندنا. كل نوعيه يعني كتختلف. هنا نتوما كتشوفوا حتى نص كاس ما كاملش، يعني واحد شويه باش جمعت العجينه فقط. والعجينه البنات ما تكونش مرخوفه، تكون العجينه بحالها بحال العجينه ديال الشباكيه، العجينه قابطه راسها. كنرش نتوما كتشوفوا. صافي من بعد ما وجدناها يعني ما كتصلحش تدلك بزاف، يعني غير كتجمعوها غير شويه صافي. هنا انا غادا نقطعها يعني كويرات الحجم اللي بغيت. انا غنقطع على 3. صافي وغادا نوضعها في اكياس بلاستيك وغنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق. ما ديرهم لا في الثلاجه لا في حتى شي حاجه. شوفوا البنات ما كتلصق لي ما والو. صافي غادا نديرها في الكياس بلاستيك وغادا نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق فقط. صافي وغادا نبدا. هانتوما شفتوهم. صافي دابا غادا نوجد المدلك ديالي على بركه الله وغادا نبدا. شوفوا البنات ما كتلصق ما والو، يعني ما تحتاجوا لا فرص لا حتى شي حاجه. حاولوا غير تحاولوا تصوبوا العجينه ديالكم عاديه. صافي هذه هي الطريقه اللي هي جد ساهله. انا بعدا كتعجبني هاد الحلوه. بعد مرات انا كنديرها بليغات، هاد المره قلت نبدل. شي قدامكم يعني ما كتلصق ما والو، غير هي ما تكونش العجينه غليظه وما تكونش رقيقه. صافي هنا انايا درت هاد المرشم هذا. كان عندي واحد صغير منه درتو ما عجبنيش، جاتني حلوه صغيره بزاف. صافي وانا نبدل ودرت بهاد الطريقه هذه.
صافي نقدر نحيدو الفائض البنات غتشدوه غديروا واحد البلاستيكه ما غدلكوه ما حتى شي حاجه، يعني راه هو غير في البلاستيكه غادي ترخف. ما كتلصق ما حتى حاجه، نتوما كتلاحظوا ومسربيه صافي. هذه هي الطريقه، حاولوا تزيروا على يديكم باش تسد، وحاولوا ما تزيروش عليها باش في القليان يدخلها الطياب. شوف كي كتلاحظوا معايا طريقه سهله وانا كتعجبني، كتجيني سهله على الشباكيه. ومذاق ديالها البنات ما نقول لكمش، يعني شي حاجه اللي هي زوينه ولذيذه، يعني كيبغيوها لا الصغير ولا الكبار في رمضان ضروري كتحط يعني في مائده الفطور. راكم عارفين هو شهر الصيام وشهر العباده، ولكن بقات فينا هذاك الطبله اللي كنحطوها، يعني كنديروا فيها شويه ديال المعسلات، يعني كتعطينا واحد اللمسه مغربيه. راكم عارفين الانسان اللي كيكون في الغربه ضروري ما كنديروا هذا الشيء باش كندخلوا الفرحه لديورنا وندخلوا رمضان ديورنا ولوليداتنا، يعني كتجي واحد الحاجه اللي هي زوينه زوينه. هاد الهضره غادي يحسوا بها البنات اللي في اوروبا، ما اللي في المغرب راه ما شاء الله وسط عائلاتهم وتا هما يعني كيديروا مجهود كبير باش تما يصوبوا الشباكيه وكيديروا سلو وكيديروا كل شيء. ولكن قلنا علاش لا حتى حنا ما نشاركوش معكم يعني الاجواء اللي كنديروا حنا في اوروبا، يعني شي حاجه اللي هي زوينه. انا بعدا كتعجبني ندير هاد الاجواء في داري باش كندخل رمضان لداري، يعني لما جاش ندير هاد الشيء كيجيب يلا بحال ما درت حتى شي حاجه. ولكن الحمد لله كل عام ضروري ما كندير لوليداتي شباكيه وسلو، ضروري من هذا الشيء يدخل البيوت ديالنا. صافي غادي نبقى على هاد الطريقه حتى غنسالي الكميه اللي عندي. ما شاء الله راه خرجت ليا نتوما غادا تشوفوا دابا، يعني خرجت لي هاد الكميه كامله غير 3 الكيسان، يعني تقريبا رابعه ديال الزرارع مع 6 كيلو تفورس. شوفوا البنات الكميه اللي خرجت ودغيا دغيا كتوجد، يعني ماشي شي حاجه اللي هي كثيره كتشد لنا الوقت. صافي هنايا سخنت انايا الزيت وخليتها حقا تتنشف. علاش كنقول لكم يعني هادو هما الاولين درتهم هما اللي غنبدا بهم، والاخرين خليتهم على يدي ديال اليسار، يعني كنعلمهم البنات. هنا صافي من بعد ما سخن ليا انا الزيت وجدت العسل راه حداكم اللي انا شريته هاد المره ما صوبتوش. صافي مع هاد العسل انا جربته عجبني. صافي بديت نحط الحلوه ديالي، ولكن ضروري ما تزيروها البنات، ضروري تزيروا هذاك النقشه فين زيرناها بيدينا باش ما تحناش في القليل. راكم تشوفوا كنزيرها وكنحط. صافي هنايا حاولوا ديروا شي عويد بحال هكا، ما ديروش ديك الشبكه وتبقاو غير كتلعبوا بها بحال هكا، كتدخلوا ليها داك شويه الزيت. بالنسبه للطياب انا دايره متوسطه، ما بارداش وما سخوناش، متوسطه. علاش؟ باش يدخل ليها الطياب، ما بغيتش انا تحل وتكون يعني لداخل خضراء. وكاين الحمد لله جات روعه لا في المذاق وداخلها الطياب جات فنه البنات. المهم جربوها وحطوها في الكومونتيغات، راه ديما كيفرحوني الكومونتيغات زوينين بحالكم. هنا شوفوا كيفاش كندير، طريقه جد سهله. غير هما كيدهبوا لينا ما نخليهمش ثاني تيوليو حمرين بزاف، نو غير كيدهبوا فقط. صافي وكنحيدوهم. كنلقى انا شي خويه هكا ما كنستغلها كنرجع نحط فيها الحلوه ديالي. انتما شفتوها كنقربها لكم، يعني باقا واحد شويه صافي وغنحيدها. صافي هنايا هذا هو الشكل اللي انا باغا، يعني الشكل المطلوب هو هذا اصلا. ما غاداش نزيد نحمر اكثر باش ما تعطيناش ريحه الحراق، لان الزرع دغيا دغيا راه كيتحرقوا. صافي غادا نحطها في العسل، غنبقى مستمره ونعطيوها الخاطر في الطياب حيت ما خصهاش العافيه مجهده. انا درت على النمره 7 هنايا باش ما تحرقش ليا، وفعلا تخليها الطياب قلت لكم راه جات روعه. نسقطروها من الزيت صافي وغادي نحطوها في العسل، نحاولوا نغمروها في العسل. ولا العسل البنات يكون يعني يكون بارد، يكون قاصح باش يشد لنا. هانتوما شوفوا كي درت، يعني كنشد العسل وكنكبو هكا بمعلقه باش تشرب ليا العسل. صافي وكنسقطروها ونحطها ضروري شي حاجه نعدي الكسكاس، هنا نديرها في الكسكاس. صافي وكنقلب بحال هكا على ما طابت الاخرى كنحيدها تكون هي شربات ليا العسل. الطريقه راه باينه وسهله، الا ما بغاش يصوبها في دارو
صراحه كتجي زوينه. والحاجه اللي كنصوبها بيدينا ثاني كتكون عندها واحد الحاجه كتكون زوينه صراحه الله. انا بعدا حاجه كنصوبها بيدي كتعجبني. هنا صافي غدا نزيد العسل حيت بدات كتشرب العسل. درت زدت شويه العسل هنايا. هذا واش كان نهائيا البنات من بعد ما ساليت المعسلات ديالي زوقت بحال شويه ديال اللوز مع الوريضات. نقول لكم بالصحه والراحه وشكرا على المشاهده، ويدخل عليكم بالصحه والراحه وطول العمر يا ربي، ونقول لكم مع السلامه.